لكن مع ذلك يا شباب أقول لكم على حاجة تعينكم في الحياة. نفترض أني كنت أنا وكانت الفقرة ثقيلة أكثر من اللازم، نفترض أن الفقرة زادت سوءا. حلو. ما موقفنا منها؟ جميل. بقول لكم على شيء يا أخوان، هناك عقدين، عقد مع الله وعقد مع البشر. العقد الذي مع البشر كانوا الناس جيدين استمر أنا جيد معهم، الناس كانوا سيئين كل واحد الله يرعاه، هذا قانون البشر. ما ارتاح لك ما أقدر استمر معك. حتى الزوج والزوجة إذا لم يتفقا افترقا على طول. وأصحاب العقود إذا تعاقدوا وما قدر كل واحد يوفي مع الثاني يفصلون الشراكة، لأنه لابد من الاثنين كل واحد يؤدي، إلا العقد مع الله. الله لا يمكن في لحظة من اللحظات تقول بطلت أتعاقد مع رب العالمين، لأن الله عز وجل كل ما تريد أن تشترطه لنفسك فإن الله كفى فيه. هذه الورقة يا إخوان فيها شروط، فوق نحط الشروط اللي لنا وتحت نحط الشروط اللي علينا. فلما نجي نتعاقد مع الله وش الشرط اللي نحطه على الله؟ وش تشترط على الله؟ وش الشيء اللي انت خايف منه وتشترط؟ تشترط العدل؟ تشترط الرحمة؟ والله ما اشترط شيء، ما تشترط شيء على الله. إذن النص اللي فوق فاضي، إيش يبقى؟ يبقى الله وش يطلب منا؟ جهدنا يصير على النصف الأسفل هذا، على النصف اللي في الأسفل هذا هو جهدنا اللي نقوم به. طيب عندما تتعاقد مع الله وتعمل له وحده يبتليك الله عز وجل بمن لا يعينك على الاستمرار في هذا العقد، بمن لا يهتم فيك، أو يبتليك بمن يؤذيك، أو يبتليك بمن يعطلك. فالآن أنت أمام خيارين، إما أن تستمر في العطاء، أنت تستمر في العطاء وفي الخير لأن الظروف ملائمة والظروف مناسبة، وإذا كانت الظروف ما هي مناسبة فإنك قد لا تستطيع. أنا عشان الوقت ما يضيع بختصر لكم في هاجر عليها السلام، نقول عليه السلام دعاء. هاجر من هذه هاجر؟ زوجة إبراهيم. أي نعم، زوجة إبراهيم الخليل. كانت أمه أخذها من مصر وبقيت معه قرابة السنة، ثم أنجبت إسماعيل، ثم جاء إبراهيم ووضعهم في مكة. هذه المرأة العظيمة وعارف تعلم أنها جاية إلى مكة من أجل تعلم ولدها الصلاة وتربيه على الدين، لكنها لا تعلم أنها سوف تبقى في مكة بدون ما في أحد، يعني لا يوجد ونس ولا أنس ولا يوجد مسكن. ولذلك سألت عن الشيء اللي غريب، الشيء اللي ما تعرفه. قالت لمن تتركنا؟ ما قالت أنت ليش جبتنا هنا؟ لمن تتركنا؟ ما في أحد، وإبراهيم يغادر الآن والمكان وادي غير ذي زرع، الموت بعد قليل، الليل والهوام والعطش لمن تتركنا؟ فقالت الله أمرك بذلك، يعني هل العقد مع الله ولا معك؟ إذا كان العقد معك تعال، عندك زوجة وأنا زوجة، لها حق ولحق، ابن لي بيت يجيب لنا واحد يرعانا وبعدين نروح. لكن الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، يعني ما أحتاجك، أنا عقدي مع الله. الله يا شباب، الله إذا كلف كفل، إذا كلفك كفلك، بس تبقى معه ما تغير عقدك معه. يجيك ما لا أشياء ما تخليك تستمر، انسى، لا تلغي العقد. صحح أمورك، صحح أوضاعك، طالب زي ما طلبتم، بس لا تلغي العقد مع الله. قالت إذا لا يضيعنا. يا أخوان وقعت هاجر على بياض، على بياض. وين البيت؟ ما في. وين الطعام؟ ما في. وين المأوى؟ ما في. وين الأنس؟ ما في. طيب كأنها تقول هذا ما هو شغلي، هذا شأن رب العالمين. كيف شكر الله لها؟ في دائرتين. الدائرة الأولى يا شباب دائرة الابتلاء، خلوكم مكانكم، هذه يختبرك الله فيها ويهزك، فإذا نجحت نقلك إلى دائرة أخرى هي دائرة شكر الله للعبد، مو بشكرك أنت، لا، إيش؟ شكره هو لك، شكر الله للعبد. إذا وصلت إلى دائرة شكر الله للعبد شوف الأفانين التي تنزل عليك من النعم والخيرات. كيف شكر الله لهذه المرأة السيدة العظيمة؟ أول شكر بعد ما تولى إبراهيم استقبل البيت، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. دعا لهم بدعوتين، اجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، يعني ما يأتي محتل، هي امرأة واحد يجي توكل على الله، المال لنا، يأتون بقلوبهم ما يأتون بأيديهم ولا بسلطانهم ولا بسيوفهم. فجاءت القلوب تهوي إلى هذه المرأة فتعاقدت مع أقوى قبائل العرب، مع جرهم. امرأة تتعاقد مع قبيلة جاءت من اليمن اجتاحت القبائل كلها، وعند هذه المرأة جثوا على ركبهم يتعاقدون معها بدعوة إبراهيم. إلى اليوم كل المشاريع اللي في مكة هذه ناجحة، ليش؟ لأن في بشر يجون بسبب هذه الدعوة. نحن إلى اليوم نتقلب في هذه الدعوة. الدعوة الثانية
ارزق أهله من الثمرات. مكة يا سادة، ولو جاء فرصة إن شاء الله نتكلم عن مكة. مكة كل الدنيا تكدح ومكة تأخذ، لأن كل الثمرات تأتي إلى مكة. كل مشاريع الزراعة في العالم تخدم هذا البلد المبارك بدعوة إبراهيم. هذا الشكر الثاني. انظروا كيف شكر الله لهذه المرأة، هي نجحت خلاص، قبلت العقد، قالت قبلت. لما قبلت العقد جاء الشكر الثاني، أراد الله أن يخلد سيرتها. راحت بين الصفا والمروة تبحث عن ايش يا شباب؟ ما فقط شيء حسي بدهي لا هو ديني ولا شيء، تريد أن تشرب، ولدها يشرب. فسعت بين الصفا والمروة فأخرج الله الماء من تحت قدمي إسماعيل، فجعل الله ذلك دين وشرعة إلى يوم القيامة. من منكم الآن يستطيع أن يحج ويعفى من السعي؟ لا يوجد رتبة، ولا يوجد ملك، ولا يوجد كما يقولون في البلد شنب، ولا يوجد صاحب مال يستطيع أن يذهب محرم ويقول أنا معفي من السعي. غصبا عنه بالشرع يسعى بين الصفا والمروة حيث سعت هذه الأمة. ائتوني بحضارة في الدنيا مجدت المرأة مثل هذا التمجيد، خلت الأمة كلها تمشي حيث مشت، وحتى المكان اللي أسرعت فيه لأنها خايفة على ولدها نسرع فيه. يا أحبة الكرام، هذا العقد مع الله. بختم بقصة لشاب ربما يسمعني وربما يعرف. أتمنى من المخرج لا يقول لي الوقت غلق، بعضكم صايم معلش. 20 دقيقة أشوى، جزاكم الله خير، أعطونا زيادة. خذ راحتك يا شباب، آسف إن ما خليت مداخلات، بس أغلق البلوك. لا بعد راسي استرسل وبعد كذا جزاكم الله خير. هذا الشاب تخرجوا زملائه وراح يتوظف، فراح زيهم يتوظف. طبعا ما تخرجوا، غلقوا الكفاءة وقال ما نبغى نكمل دراسة وتشتغلوا في وظائف. قالت أمه ما توظف. ليش؟ قالت توظف في جدة وعايش في مكة. جدة بعيد وأنا أحتاجك. طبعا عنده أخوين، طب أخواني الثانيين ما يقصرون؟ قالت لا أبغاك أنت. فلما شدت عليه ترك الوظائف اللي حصلها في جدة، بحث في مكة، لقى في مكة فترتين. قالت ما تروح فترتين، شو استفيد منك؟ في الصباح وفي المساء، وانت لازم تكون فترة واحدة. ما لقى فترة واحدة، في الأخير قرر أن يأخذ تاكسي يشتغل فيه، عشان متى ما تكلمني أمي أصلف في السيارة وأروح لها. وبقي على هذه الفترة يا أخوان يا دوب يجيب حق الإيجار. نقلوا الجيران كلهم، هم في بيت شعبي في جبل في مكة. نقلوا الجيران وراحوا في بيوت مسلحة حديثة. قالت الأم أبغى أروح مع جاراتي، أنا شو قاعد هنا أسوي؟ تغيروا الجيران. يا أمي ظروفي ما تساعد. فلما رأى أمه يعني حريصة على هذا الأمر، راح واستأجر بيت ب22,000 وهو شغال بسيارة أجرة، يعني قرابة 2000 ريال شهريا لازم يحطها على جنب، غير المصروف والأكل والشرب وصيانة السيارة. يعني الآن هو ما جالس يبني مستقبله، هو جالس يأكل فقط، قوت لا يموت مثل ما يقولون. واستمر على هذا الحال يا أخوان في معاناة ما استطيع أذكر التفاصيل، لأن ربما الناس يسمعوني ويعرفونه، وفي أشياء في حياته ذكرها لي ما أبغى أذكرها. معاناة. توفيت أمه، رحنا العزاء، احنا نعزيهم. أنا رحت أعزيه لأنه كان هو زميل لأولاد نسيبي، فيعرف الولد، وكان يجي دروس خصوصية أحيانا في البيت يدرسون، فكنا أيام الاختبارات أذاكر لهم، فعسبت تعرف الولد. فرحت أزوره، فلما عزيته الناس شو يقولون في العزاء؟ عظم الله أجرك. قلنا وأضفت كلمة، قلت مبروك في إذنه طبعا، لو سمعوك الناس ما هو لائق طبعا، فعزت تقول مبروك. فطلع برا قال، هو طبعا يقول عم صالح، عم صالح ايش مبروك؟ قلت انتهى الاختبار، الدائرة حقت الابتلاء انتهت، الآن استعد للدائرة الثانية. انتهى الاختبار. اشتغل يا شباب في شركة في جدة في التغذية، تأخذ عقود تغذية للفنادق، اشتغل فيها موظف. تعاقدت الشركة مع قصور الصفا عند الحرم، وين صار دوامه؟ قصر الصفا، قصور الملوك. الغرفة اللي ساكن فيها أحسن من الفنادق اللي عند جنبه، وراتبه معقول، وفي الراتب بدل سكن، وفي الراتب تأمين طبي. طبعا بحكم قربه من ولاة الأمر كان يحظى بكثير من العطايا وكثير من الخيرات. في شهر رمضان تغطي راتبه زيادة. ما شاء الله. يا أولادي تحسن راتبه وتزوج، تحسنت أحواله وتزوج. البيت الشعبي اللي في الجبل لما جت المشاريع الأخيرة الحرم وهدوا الجبال، هدوا الجبل هذا فراح البيت، فجاهم التعويض. هذا تطلع له برجولك البيت، ما له سيارة، ما توصل له السيارة، يعني يستحيل أحد يشتريه. فراح البيت في الهدد، فجاهم التعويض، كان نصيبه 1,500,000.
الله. اشترى بيت خارج الحرم، لأنه 1.5 مليون ما يجيب بيت داخل الحرم. اشترى بيت خارج الحرم 5 شقق. الآن دور شكر الله، شوف شكر الله كيف ما يغلق. اشترى ب1.5 مليون بيت في 5 شقق، سكن في شقة، كم بقي؟ 4 أجر 3، واحدة حط فيها أيتام. هذا برضو من شكر الله لك أنه يوفقك لشيء. الله يبغاك تنجح هنا وهناك، يبغاك تنجح هنا وبكافئك في الثنتين. وكل شهر يذبح حاشي ويوزع ويجعل أجره لأمه ولأبيه. ما شاء الله. وكذلك يقوم بإرسال عيديات للعجائز والحريم اللي كانوا أصدقاء أمه. هذا من صلة بر يا شباب، الوالدين. العقد مع الله في البداية تمشي زي الضباب، ما تشوف قدامك شيء. الناس يقول تعال من هنا، تعال من هنا، لكن وراء الضباب هنا طريق آمن، آمن، لأنك تمشي مع الله وتسلم أمرك لله. في هذا البرنامج ولا بكرة في الحياة، البرنامج وقته يروح، بكرة في الحياة حتقول بعمل الشيء هذا وما راقب إلا الله، سوف تختبر. لأنك عند الصراف لما تدخل 500 ريال في الإيداع يقول لك الجهاز جاري فحص النقود. الفلوس اللي فيها شخوط ولا فيها خطوط ايش يصير فيها؟ يرجعها. لما تقول يا رب أنا أعمل معك سيتم فحصك، سيتم فحصك حتى تقبل. وإذا قبلت فلا تسأل عن كيف الله عز وجل سيعينك.